عوضني يا الله عن كل إنسان لم يعرف قيمتي، وعن كل موقف أفسد حياتي، وعن كل يوم ظننته يومي، وعن كل صدمة أضعفتني. اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فأزلها. اللهم أبعد من يتكلم عني بالسوء، ومن يكره أن يرى سعادتي. استودعتك يا الله نفسي من ذل الحياة، ومن كبرياء النفس، ومن ضجيج التفكير، ومن عين حاسد، ومن قلب حاقد، وصداقة منافقة، وحب كاذب. اللهم إن ضلت نفسي طريقها فردها إلى طريقك ردا جميلا، فردها إلى طريقك. السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحه. ورجعت لكم بيوم جديد وفيديو جديد، كله طاقه ايجابيه، كله تفاؤل كده، تغيير جذري. بصوا شكل الاوضه اتغير 180 درجه، هتتفاجئوا من الشكل النهائي ليها. بس يلا بينا قبل كده ما افكركم ونحكي مع بعض، نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي للقناه، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو وزين. ربنا يبارك فيك يا رب، عيلتها هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيل كبيره قوي، هي يوميات السعيد وعوايده. بشكركم على تعليقاتكم، بشكركم على كلامكم الحلو، على دعواتكم الطيبه. ربنا يا رب يدومكم نعمه في حياتي، ما تحرمش ابدا منكم، ولا من كلامكم، ولا من تعليقاتكم، ولا من وقفتكم معايا. تعالوا كده نصمم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعواتكم كده ربنا يشفيني ويعافيني ويشفي كل مريض بيتألم، وربنا يكرمني أنا وإياكم بالملك. قولوا إن شاء الله مين، اللهم آمين يا رب العالمين. ده كده شكل الأوضة. حبيت أوريكم كده شكل الأوضة الأول كان شكلها عامل إزاي. شفتوا شكل الهدوم منظرها كان عامل إزاي من البداية، وكان شكلها عامل إزاي. أمي يا ماما. بعد كده وريتكم المرحلة التانية منها، ابتدينا ننضفها. تعالى على بيت مين؟ لا طيب دي أمي. ماشي. أمي موت. حبيت كده اوريكم شكلها الاول. كان شكل الهدوم ده كانت عباره عن مخزن. بصوا كانت مليانه حشرات، كان شكلها يخوف، السقف بتاعها كان يخوف. بصوا كانت الحيطان الارضيه كلها ميه، كلها خربانه، كلها بايظه، لان هي اساسا في البدايه كانت للبهايم، مش للبهايم. بعد كده عملنا حاجز كده، ابتدينا نحط فيها الحاجات اللي احنا مش متعازه. المهم يعني لها فتره كبيره على الوضع ده كده، زي ما انتم شايفين وضعها للثوم والبصل. والهدوم زي ما انتم شايفين كده عباره عن، يا ريت حتى كراكيب. بصوا كانت عبارة عن زريبة، الشهادة لله كانت صعبة جدا. الخنافس والحشرات كانت في كل حتة، وبراس والفيران. وبصوا كانت مليانة بصراحة ربنا بلاوي البلاوي زي ما بيقولوا يعني. طبعا بما ان كده عروستنا مرزقة وشها حلو جدا. احنا عامة والله لحد دلوقتي احنا لسه ما شفناش بنت الحلال، ولا خطبنا، ولا لسه يوم مسهل حل ان عروسته تطلع على الارض. ادعوا له ربنا يكرمه بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة. قولوا ان شاء الله مين، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا عوضنا وربنا جبرنا وربنا كرمهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وكانت دخلت من ضمن تجهيزات البيت على طول الأوضة. بصوا منظرها كان عامل ازاي، وتحولت 180 درجة. نقدر نقول حاجة كده من الآخر يعني. مش عايزة كلام تاني، حاجة كده فاخر من الآخر. عايزين نقول كده حاجة كده بقت فوق الخيال، بقت روعة. حاجة بقت جميلة، بقت شيك، بقت نظيفة. بصوا اتغيرت لأن هي من الأول كانت حالتها صعبة جدا. يعني كانت عبارة عن، بصوا مش أرضية بس كده كمان، ولا والحيطان ما كانتش متمحرة. ما حطيتلكمش مقطع إن هي ما كانتش متمحرة يعني. شفتها معايا الحيطان مش متمحرة، السباكة فيها كانت بايظة، صلحنا السباكة، صبينا الأرضية، محرنا الحيطان. ونقول مليون مليون مبروك كده، وفرحة كبيرة ان احنا يعني بصوا ركبنا لها السيراميك. هتقول يا ام مريم السيراميك. بصوا هي الاوضه دي من جوه زي ما احنا اتفقنا ان هي هتكون اوضه الخزين، بس ايه بقى على نظافه يعني. حتى لو فيها توم بصل، وعملنا وصله الغساله هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. ظبطنا السباكه فيها وظبطنا الدنيا. فطبعا كنا عاملين كانتش في الحسبان قوي
اللي هو ايه يعني ممكن كنا نكتفي بالصبة، ممكن كنا نكتفي بالمحير والصبة اللي هو ايه زي ما يريد ربنا. المهم يعني لمينا بقى الخدم الدنيا، لمينا كل السيراميك اللي زايد من الشغل بتاعنا. بصوا يا بنات، وعايزه اقول لكم ان انا حتى قلت لاخواتي لو هنعملها بالسيراميك المكسر مش مشكله، بس المهم ان احنا كنت مصمم انها تتركب سيراميك، تتركب بلاط، لان هي هتخليها تنضف بزياده، ويبقى سهل في نظافتها، وهتبقى نظيفه، وهتبقى حاجه كده تفتح النفس كده. وعايزه اقول لكم شكلها النهائي هتتفاجئوا بيها. اللي قاعده معايا لحد هنا تعمل لايك، تشترك في القناه. دعواتكم لام مريم. ولو انت اول مره تشوفي ما تنسيش تقولي من اي بلد تشوفيني عشان انا وكل عيلتي نرحب بيكم. وما تنسوش كمان ربنا يفرح كل حد بيشوفني، وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمناه، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش اول تعليق مثبت لدعوه حلوه من القلب. وحشتيني يا امي، كل ام بتشوفني لها تحيه خاصه مني، حتى لو لسه معاها طفله عندها يوم، هي برضو ام. ربنا يا رب يدومكم نعمه في حياتي وفي حياتنا كلنا، دايما اقول في حياتي، وربنا يدومكم نعمه في حياتي طبعا. ربنا يخليكم ويبارك فيكم ويخليكم لاولادكم ويدومكم نعمه في حياتنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم الام والاب عمرهم ما يتعوض، مهما عملنا ما نقدرش نوفيهم. اي حد والديه متوفيين عشان ما تقوليش يا ام مريم، انت بالعكس، الصدقه والدعاء وقراءه القران وندعي لهم بالرحمه والمغفره، ربنا يجعل مثواهم الجنه. تفكرك بيهم من عمري طبعا، ما الوالدين ما يتنسوا، لكن الدنيا بتشغلنا، لكن خلينا طول الوقت نصحى من نومنا ندعي لهم ونفتكرهم في صلاتنا، ونفتكرهم في القران، ونتصدق لهم ونقرا لهم قران. بصوا يعني مفيش احلى من كده هديه نقدمها لهم. وفي حاجه كمان، دين تدين، يعني انت لما تعملي كده لوالديك عيالك لازم هيعملوا كده. الميت بيبقى يعني على ما نسمع من مشايخ، مش عايزه ادخل في بيتمنى يعني ان هو بيقولوا بيحس باولاده، وبيبقى متمني ان احنا نذكره واحنا حيين، يعني ان اهل الدنيا يذكروه بالخير وبالدعاء وبقراءه القران يعني. على حد علمي برضو، وانتوا اكتبوا لي في التعليقات يعني لو تعرفوا حاجه او معلومه غلط صححوها لي برضو مع بعض. بس يا فرحه، ربنا يخليك يا امي، وان شاء الله ربنا يكرمك وتفرحي باولادك كده، ويكون وش احمد وش الخير عليكم كلكم كده، ويفرحكم باولادكم، ويفرحكم ببناتكم، ويسعدكم. وكل بنوته بتشوفني ربنا يرزقها بالزوج الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. ونقول لك اللي يتقي ربنا فيكي ويخاف ربنا ويعاملك بما يرضي الله ورسوله، هي دي مفيش بعد كده تاني، لا مال ولا حلاوه شكل ولا شباب الطيشه اللي احنا بنشوفها، لا. اهم حاجه يكون بيصلي بيخاف ربنا ويتقي ربنا فيك ويعاملك بما يرضي الله. بس هو ده اللي انا اتمناه لكل بنوته بتشوفني، كل ام ربنا يفرحها ببناتها وبولادها، اللهم امين يا رب العالمين. نقول بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تنسوش يا بنات نكتر من الاستغفار والصلاه على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، كنز من كنوز الدنيا والاخره. هنكسب الدنيا والاخره بالصلاه على النبي محمد عليها افضل الصلاه والسلام. هنا بصوا زي ما انتم شايفين كده. نرجع بقى لموضوع الفيديو بتاعنا. بصوا عايزه اقول لكم انا عملت لكم فيديوهات كتير قوي، ونزلت لكم روتينات، ونزلت لكم اقصد تجديدات. مين مين ضد مين دي معاك كده فين دي 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 مين دي مين دي دي اه مين دي مش عارفه. أقولك دي مين دي امم ناس الناس. لا نازلة أقولك دي اللي احنا مش عايزين نقول دلوقتي، خلي لا الجولان قول بعد ما نخلص. عايزه اتكلم النهارده انا، بصي ما تقوليش حاجه. دي بمس ها ها اللي عارف يترجم. ها دم استنيت. دي دي طنط طنط. دي توتو طيب لو سمعتك دلوقتي هتجري وراكي. مين اقعدي. هي طنط اللي عماله تقولي في اسمها. اقعدي. عايز يقول سر يقول سر، يقول الفرحه ما شاء الله. مش الشارع ولا الجيران، لا العالم كله، اليوتيوب كله هيسمع السر بتاعها والاسامي وكل حاجه. فرحه انا مالي، هي اللي جت لها قولي لي كده انا مالي، قلت لها بلاش بلاش، قولي طنط ام احمد بلاش. قالت لا بحب اسمعها منها، خلاص ماليش دعوه. مش عارفه البت فصلتني، مش عارفه كنت بقول ايه. عملت لكم تجديدات كتير، نزلت لكم فيديوهات كتير قوي، فيديوهات كتير قوي شفتوها معايا وكلكم كنتوا مبسوطين منها. ولكن عايزه اقول لكم من احب كده وبكرر فيها وربنا يا رب يدومها نعمه علينا.
من احب الفيديوهات على قلب الفيديوهات الفيديو بتاع الاوضه دي. عايزه اقول لكم انا طول الوقت قاعده كده بص لها، بص استعجب، وعايزه اقول لكم هواها ما شاء الله تبارك الرحمن، هاويه جدا 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 سبحان الله. من احب التجديدات اللي احنا عملناها، او انا عن نفسي شخصيا يعني بسطتني وفرحانه جو بيها هي الاوضه دي. بسطتني جدا. فاحنا بقى عملنا ايه، ثواني بس كده وارجع لكم. فرحه مطلع عيني. اسكتي اسكتي، مش عايزاكم تبقوا بتسمعوا الفيديو وانتم متضايقين من دوشتها، عماله تخبط وعماله تكركب جنبي وعماله تتكلم، ومع ذلك برضو بجيبها معايا عشان بخاف على مودة لا تعمل فيها حاجه تاني. برضو بخاف على مودة لا تعمل فيها حاجه. طيب مفيش فايده، العيال هي اللي بتربينا. عايزه اقول لكم العيال هي اللي بتربينا مش احنا اللي بنربيهم. انا طول يوم المناهده بين صح وغلط وايوه ولا. اكتر حد تعبني في اخواتها، كله بيقولها هتكبر وتعجل وهتبقى اهدى واحده فيهم هي فرحه. فرحه متعبه جدا يعني. عايزه اقول لكم شجاوتها زعلانه مني عشان بقول لها اسكتي وخدت منها العصايه. اكتر واحده تعباني بناهد مناهده معاها طول اليوم وعايزه افهمها الصح والغلط. عايزه اقول لكم على حاجه، طبعا متاسف ان انا قطعت كلام، هرجع احكي تاني من الاول ما تقلقوش. ان انا من كتر المناهده مع فرحه انا قلبي بيوجعني، بتعب. انا بتعب. وصلتكم فاهمين؟ من كتر المناهده، من كتر ما انا بقعد افهم الصح والغلط وده ينفع وده ما ينفعش، واعند معاها وما نفذلهاش طلبها وما نفذلهاش اللي هي عايزاه، انا بكون تعبت. ومن كتر مناهدتي معاها بكون تعبت بص، وقلبي وجعني، وبرجع في الاخر انا اللي خسرانه في الاخر، وبقول جبته لنفسي يعني. وعايزه اقول لكم على حاجه تاني، بتعب وهي ما بتتعبش عشان تفقد الامل ان ده غلط وده صح. يعني انا معترفه بده، انا بكون تعبت وهي ما بتفقدش الامل، بتفضل مصممه وبتفضل تناهد معايا لحد نفسيتي بتاع. بس انا اليومين دول ايه صح، بصوا اللي هو ايه، بظبطها. بصوا بعيد تصليحها كده من اول وجديد يعني، على قد كده بشد معاها على قد ما بقدر يعني. خلينا في الفيديو بتاعنا ده اللي مش عايزين نكمل. فعايزه اقول لكم يعني اعملوا لايك واشتركوا في القناه، شدوا حيلكم يا بنات، شيروا الفيديوهات، اسمعوا الفيديوهات كامله وشاهدوا الفيديوهات اللي على القناه. مش بس كده، كمان شاهدوا لو اعلان واحد بس عشان خاطر ام مريم، عشان ربنا يكرمنا كده ونكمل 100 دولار ان شاء الله باذن الله. بصوا كده يا بنات، من اكتر الفيديوهات اللي حبيتها هو الاوضه دي، مش عارفه ليه. فاحنا بقى عملنا ايه بقى في الاوضه، لمينا كل السيراميك. يعني هي ما كانتش في الحسبان ان هي تركب سيراميك، لمينا كل السيراميك. كان في سيراميك مش مكملها يعني، ما حبيناش ان احنا نتكلف تاني بصراحه، والموضوع زي ما انتم فاهمين يعني. قعد طبعا الصنايعي ربنا يبارك له يا رب، تسلم ايديه ويجعله في ميزان حسناته ويوفقه. ودايما نقول الايد الشجيانه تتحط على الراس، الايد الشجيانه تتباس. دي انا بفضل طول عمري اقولها يعني، ما غيرش رايي فيها ابدا يعني، على تعبهم وعلى ان هو اليوم كله من الصبح لحد الساعه 8 9، ويجي 8 الصبح يمشي 8 بالليل شغال الشغلانه اللي تقطم الظهر يعني. ربنا يديله الصحه يا رب. وربنا رحيم فعلا، لان ربنا بي كل يوم بينسيه تعب اليوم اللي اشتغله. ماشي ماشي، وانا لا، انا مش عايزه اروح معاكم، انا عايزاكم انتوا وابوكم كده تجمعوا لكم بلد تروحوا صيفوا وسيبوني، ياخدكم ابوكم انتوا التلاتة وتروحوا صيفوا وتسيبوني، انا اكون ارتاح. مش عارفه والله البت عماله تبصر فيا البت دي. فعملنا ايه بقى يا بنات، خلينا في الفيديو. المهم لمينا كل السيراميك، وكل السيراميك بقى اللي زاد من شقة اخويا، والسيراميك اللي زاد من مدخل البيت، والسيراميك اللي زاد من فوق، كل انواع السيراميك اللي هي زادت كلها كده. وسيراميك كان قديم عندنا من المطبخ، وسيراميك كان قديم عندنا ليه سنه من الحمام، وسيراميكا مش عارفه كان ايه وجودها يعني، كانت جايه غلط في السيراميك، وما بيحملوه في سيراميكتين كده جم غلط مش معمول حسابهم. المهم لمينا كل السيراميك كده وحطيناه في الاوضه بطريقه كده حلوه، ربنا يبارك له يا رب، وعلى قد ما عملها ورتبها يعني ما شاء الله عليه، عملها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، شكلهم وحطهم كده ما شاء الله. المهم ان هي في الاول والنهايه كده تركبت معانا سيراميك يا بنات كده، ونورت كده. بصوا نورت يا سلام. بصوا مجهزه لكم فيديو كده، جوله كده في المدخل بتاع البيت كده بعد الفخامه اللي احنا وصلنا لها دي، حاجه كده جميله بصراحه تفتح النفس كده، مفرحه. الحمد لله على كل حال. دعوات كل سهير، ربنا يفك كربها ويزيل همها ويسد معلها من ديون يا رب، ويشفيها ويعافيها، اللهم امين يا رب العالمين.
ادعوا معايا يا بنات كده، الناس اللي بتحب ام مريم تفتكر الانسه منى بدعواتها. ربنا يا رب يفك كربها، ربنا ينزل همها، ربنا يطلعها من المحنه اللي هي فيها، ربنا يعوض عليها ويكرمها بالزوج الصالح من اطيب الناس واحن الناس. شخصيه جميله ومتواضعه، جست كتير، ظلمت كتير، ربنا ان شاء الله ينصرها على من ظلمها ويقف معاها. الدعوات بتغير القدر يا بنات. لو الناس بتحب نقولوا اللهم امين يا رب يا منى، ربنا يجبر خاطرها وربنا يرضى عنها ويجبرها جبر يتعجب ليها للسماء والارض، ويكرمها بالزوج الصالح ويكرمها بزياره النبي محمد. بتتمنى زياره النبي انا وانت يا رب، وكل من قال امين. اللهم امين يا رب العالمين. هنا كده بصوا زي ما انتم شايفين يا بنات تشكيله السيراميك اللي عملها الصينيه ما شاء الله تبارك الرحمن، روعه. وعايزه اقول لكم على حاجه، وانا الصلاه وهم بيصوروها ما لقيتش حد يصورها الا الحته الصغيره اللي نزلت لكم. الاوضه دي سبحان الله اكتر فيديو، شوفوا الاوضه دي مرزقه سبحان الله. اكتر فيديو اتصور كامل هو الاوضه. ايه يا هذا طب معلش. دبوس. دبوس جالك منين الدبوس؟ قاعده تخترعي مش لاقي حاجه. طوبه. طب حوشي شوفي الدبوس يعورك ازاي. هنا طب اوعي طيب. اكتر في أنا قولها ازيك يا ماما. نعيم حنين دبوس. أنا عين ويا نعمل لا ويا نانيا عند أبوها اللي فهم بيترجم. فرحة يا بنات لازم تعمل فرحة في المكان. فاكتر فيديو لو تلاحظوا بالتفصيل وتصوير حلو ما شاء الله، والاضاءه حلوه مش معتمه، وانا بصراحه مش مليت، بالعكس انا مبسوطه من الفيديوهات اللي بحس براحه نفسيه وفرحانه جوه بالفيديو، ونزلته لكم كله كامل كده، الاوضه من اولها لاخرها كلها كامل كده، وانا مبسوطه وفرحانه بيها، لاني بصراحه تستاهل ان هي تنزل كامله، لاني ليها فرحة تاني ولها طعم تاني كده. وزي ما قلت لكم بقول لكم كل فيديو ان الفرحة بتنسي الواحد التعب يعني. هي بصراحة الأوضة تستاهل يعني بجد ان هي يتفرح بيها، لان يتغير التغيير البيت كله عموما يعني، بس المدخل بالاكتر يعني اتغير تغيير جامد جدا يعني. السلم الرخام والحيطان نركب فيها السيراميك والاوضه من جوه اتظبطت ما شاء الله تبارك الرحمن، وظبط الوضع بتاعها، فالموضوع بقى حلو يعني، بقى جميل كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده السيراميك ركب اي نعم مشكل كده شويه، بس بالنسبه لي انا تشكيله مدي شكل حلو جدا مش وحش برضو. وعايزه رايكم برضو في التعليقات اذا كان موحش الاوضه ولا لا شكلها حلو، وكمان ان هي تكون احسن من ان تفضل ارض او تفضل صبة كده، او الصبة يعني مش حلوة، الصبة بتنخور ومش حلوة يعني، فكون ان هي تتركب سيراميك فحاجة حلوة يعني. غسلنا فيها خبزنا فيها حطينا فيها اي حاجة برضو تبقى نظافة يعني، هتبقى الأوضة نظيفة، والحاجة اللي محطوطة فيها حلوة جدا يعني. بصوا شايفين التصوير رايق بجد، فرحانة بيه، فرحانة بالتصوير بصراحة. التصوير كده حاساه رايق كده وحلو، لان انا زي ما انتم عارفين ان انا كل الفيديوهات دي انا ما صورتهاش، حتى روتينات ما عملتش روتينات، صحتي مش متحمله. ان شاء الله ادعوا لي كده ربنا يشفيني ويعافيني ويبدل جسدي بجسدي سليم معافى. بعشم فيكم وفي دعواتكم الحلوه بالشفاء، وكمان دعواتنا الحلوه ان ربنا يكبر قناتنا. قولوا ان شاء الله مين، اللهم امين يا رب العالمين. لسه عندك امل يا ام مريم؟ لسه مفيش مستحيل. عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ويقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيجي كده في لحظه كده هيطلع اسم السعيد وعوايده تاني زي الطبل ان شاء الله باذن الله تعالى، وهيطلع ينور تاني، وهيطلع ربنا يهديك يا فرحه. خلاص يا فرحه، طب بس يا فرحه ويرجع تاني احسن من الاول. هنا خلاص كده يا بنات زي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، خلصنا شكل كده السيراميك بتاع الاوضه خلص كده بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. وابتدينا كده زي ما قلت لكم اهو كنسنا الاوضه، و فاضله كده بس الجنب الاخير ده كده والاوضه خلصت. بس ما صوروش يعني تاني يعني الحته الاخيره دي والسيراميك في حاجات مصوره وحاجات لا يعني ما صورتش. يلا بينا نقول دعوه حلوه من القلب، دعوه حلوه من القلب لكل عيله السعيد وعوايده بالستر والصحه وراحه البال ورزق يتعجب ليه على السوا والارض.
مش عارفة. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم ويفتح لكم ابواب الرزق كلها يا رب. دعوة حلوة لمتابعة ام ياسين، بتقول ادعي لي اطلع من بيت العيلة ويرزقني بالبيت وارتاح ويهدى اطفالي. ام ياسين، اللهم امين يا رب يا ام ياسين يا حبيبتي، انا وانتوا كل من قال امين. دعوة حلوة لاسماء، ربنا يكرمها ويفك كربها ويزيل همها والرحمة لوالديها ويجعل لك الصالح والخير يا اسماء، لو في نصيب في مهدي هيكون لك فيه. دعوة حلوة لمتابعة، تقول ادعي ربنا يغير حالي من حال لأحسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لأبو احمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض بيتألم. دعوة حلوة لأم سلمان، صحة وستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض، ربنا يفك كربها يزيل همها، الله يجمعها مع النبي محمد في جنة، اللهم امين يا رب العالمين. ويحقق لها كل اللي بتتمناه ويحفظ ولادها من كل شر ومن كل وحش، اللهم امين يا رب العالمين. ويفك كربها وكربنا ويرزقها، اللهم امين يا رب العالمين. طب ما اسمعش صوتك. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا بنات، يكون اداكم طاقه ايجابيه زي ما انا مبسوطه قوي بيه وفرحانه خالص. و ما تنسوش ام مريم من دعواتكم الحلوه، وده الشكل النهائي للاوضه ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني انا بالنسبه لي انجاز، يعني انا بالنسبه لي شكل الاوضه كده، بصوا واحنا داخلين شكل الاوضه كده، المدخل ده فاكرين شكله كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، انجاز ما شاء الله تبارك الرحمن. بس يا فرحه فماشي بس يا فرحة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعاية الله وحفظه مع فيديو جديد، مع ألف مليون سلام وتحية وطيبة ليكم يا رب. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ووقفتكم مع أم مريم، وربنا يدومكم نعمة في حياتي يا رب. وعايزة رأيكم كده في شكل الأوضة كده، والتشكيلة اللي حصلت كده للأرضية إن شاء الله يا رب تكون حلوة كده، والألوان كده متناسقة مع بعضيها كده، مش شاذة. مع ألف